اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم بافل البير مستشار عقاري. النهارده انا موجود شارع 90 الجنوبي قدام فندق بسيط. النهارده واخدكم رحله وقصه نجاح كبيره هنشوفها مع بعض على ارض الواقع. ابتدت سنه 2016. النهارده هنشوف الحكايه دي وصلت لفين ونشوفها مع بعض لايف على ارض الواقع. كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف ايه التفاصيل. اشتغل في العقارات ضمن ارض العاصمه الاداريه الجديده حلم بدا 2012. النهارده الاستراكشر اللي انتم شايفينه ده العاصمه الاداريه الجديده منطقه بوابات العاصمه الاداريه الجديده لحد داون نتفرج النهارده مع بعض العاصمه الاداريه بتاعهم. الحلم ده كان بيطلع كده النهارده اتحقق على ارض الواقع بطرق عالميه بعرض 120 متر 4 حارات. النهارده هنتفرج على كل ده مع بعض. انا لازم النهارده درجه حراره 8 عشان افرجكم على العاصمه الاداريه واعمل لكم فيديو مختلف. النهارده هنبدا نتكلم في حاجات ثانيه وده اول فيديو هنبداه مع بعض في العاصمه الاداريه. يلا بينا نكمل الفيديو ده. النهارده انا قدام من اقوى الشركات اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، مشروع على مساحه 150 فدان. المشروع ده ابتدى من فتره بسيطه. النهارده اهو قدامه كونستراكشن لسه بيعمل المشروع 3 سنين. الكونستراكشن بتاعه زي ما انتم شايفين معدي 60%. الواجهات ابتدت تبدا مشروع اصلا بعض المشاريع اللي موجوده داخل المشروع دي. المشروع ده سياحي كان المشروع 150 فدان، فيه اكتر من دار، اكتر من مول. ستريب مول هيبقى على زي الدايركت. المشروع ده قدامه دلوقتي كونستراكشن المشروع زي ما انتم شايفين. المشروع ده بيوفر لنا عائد وايجار الميزاني ان انا اقدر النهارده احط المواد الميزانيه واحط عليه عائد على عدد السنوات. بيوفر لي كمان بيمنت بلان اكتر من بيمنت بلان مختلفه، اكتر من 8 بيمنت بلان للمشروع عشان اقدر اقسط البيمنت بلان اللي هتبقى منها بالنسبه لي. المشروع ده من احسن المشاريع الموجوده في العاصمه الاداريه لانه المشروع الوحيد اللي منفرد على بوابه العاصمه الاداريه. ودلوقتي احنا وصلنا منطقة الداون تاون. منطقة الداون تاون عبارة عن 300 قطعة أرض. داون تاون من أهم المناطق اللي موجودة في العاصمة الإدارية. ليه؟ لأن هي دي منطقة وسط البلد الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. المنطقة دي النهارده أنا واقف قدام أول حاجة منطقة الأبراج السياحية. كونستراكشن النهارده خيالي، يعني الناس اللي اشتغلت في عرفة واشتغلت في بيراميدز واشتغلت في النيل واشتغلت في الأبراج السياحية دي كلها النهارده كونستراكشن خيالي. النهارده أنا موجود في منطقة تعتبر خلاص سنتين 3 بالكتير هتكون المناطق دي كلها شغاله بالكامل، لان النهارده كونستراكشن بصراحه سابق الواقع. النهارده كونستراكشن جميل جدا ما شاء الله. انا دلوقتي هوريكم وصل لفين. مول ارقى. لو الناس اللي شاريه في مول ارقى، انا هوريكم دلوقتي المول ده وصل لفين. مول النهارده على ارض الواقع. طبعا احنا عارفين منطقة الأبراج السياحية يمكن الناس قالت إن المنطقة دي صعب إنها تطلع دلوقتي أو التاور ده يطلع دلوقتي، لأن طبعا عدد الأدوار البيزمنت والبنية التحتية والحاجات دي كلها هيبقى صعب يطلع. لكن النهاردة أنا في قلب الواقع، بصور لكم الواقع عشان تشوفوه. الناس طبعا إخواتنا المغتربين بالخارج اللي عايزين يطمنوا الكونستراكشن وصل لفين. أنا نازل النهاردة عشان أصور لكم العاصمة الإدارية وأوريكم بالذات منطقة الداون تاون، لان معظم الناس مستثمره في منطقه الداون تاون عشان هي منطقه وسط البلد الجديده اللي بتمثل
مشروع ايربل لينس مستر إيميل عبد الله. مشروع كده واضح قدامكم، شركة ايربل لينس. الشركة شغالة كويس جدا برضه. بعد كده طبعا المشروع الأضخم في العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع نايل بيزنس سيتي زي ما انتوا شايفين. مشروع ضخم جدا بيقوم بتنفيذ المشروع ده المقاولين العرب. منطقة الأبراج السياحية هي المنطقة الأكثر تميزا، إنها طبعا موجودة على النهر الأخضر دايركت على ابن زايد. فطبعا منطقة مميزة جدا لأنها فيها علامات تجارية إن شاء الله تكون متواجدة فيها مميزة جدا، لأن المنطقة تهدف لده. ومكملين معاكم منطقة الأبراج السياحية لحد ما نوصل مع بعض لمشروع منصات. طبعا مشروع شركة مدن، وآخر مشروع معانا هو مشروع شركة منصات. طبعا كده منطقة الأبراج السياحية بالكامل، وبعد كده طبعا المونوريل وجامع مصر، بعد كده بمنطقة سوق الذهب. دي كانت نهاية حلقتنا النهارده، منطقة الداون تاون، ذات منطقة الأبراج السياحية في الداون تاون. أنا فرجتكم طبعا عليها النهارده كونستراكشن رهيب جدا في منطقة الداون تاون، بالذات الأرض 14 والمناطق اللي ورا. يمكن هتكون معانا هنا في الفيديو أوضح شوية. هي موجودة ورايا ما شاء الله شركات كتير خلصت الكونستراكشن بتاعها، وكمان وصلنا لمرحله كويسه جدا في الداون تاون. طبعا الداون تاون ده كان قطعه ارض صحراء، كانت لسه مش ممهده في الطرق، لكن النهارده انا مشيت من الطريق البطيء ووريتكم الابراج السياحيه، وورا دلوقتي عم كونستراكشن واصل لفين في منطقه الداون تاون. صراحه حاجه مميزه جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم بابل البير، واستنوني في حلقه جديده. سلام.